كم مرة فتحت التلاجة ووقفت تبص فيها وقلت الجملة الشهيرة: هو مفيش حاجة تتاكل؟ زمان قبل التلاجة الناس كانوا بيعتمدوا على الجليد الطبيعي، بيخزنوه في كهوف أو صناديق خشب معزولة، وده كان رفاهية للأغنياء بس، لحد ما جه العبقري ويليام كولن سنة 1755 وحاول يعمل أول تجربة تبريد صناعي، لكن ما كانتش عملية. لكن التقدم الحقيقي حصل سنة 1834 لما جايكوب بيركنز اخترع أول نظام تبريد بضغط البخار، وبعدها ب40 سنة كارل فون لاندي استخدم الفريون، وده كان تغيير جذري لأنه خلى التبريد أسرع وأمن كتير. ودلوقتي التلاجات مش بس بتبرد، دي بقيت سمارت قوي وفيها شاشات وإنترنت واي فاي وأفضل استغلال للمساحة، بداية من المفصلات اللي بتفتح وتقفل آلاف المرات للعزل اللي بيحافظ على البرودة. والتلاجة دي بقى وراها مهندسين كتير، ميكانيكا وكهرباء وغيرهم كتير، ولو انت واحد منهم هتلاقي على ليرنيو متاح كل الكورسز اللي محتاجها في التخصص ده. اتاكد انك عامل فولو، وتعالى اقول لك كل يوم بعد الفطار عن حاجه اساسها مهندس، واكتبوا لنا في الكومنتس حابين نتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي.